العامل التاني اللي الشركات لازم تاخد بالها منها وهي بتحدد البدائل اللي هتستخدمها في الشانل ديستريبيوشن او في الماركتنج تشانل بعد التايب اوف انترميدياريز، النمبر اوف انترميدياريز، هو كام لاير او كام وسيط هنستخدمه في التوزيع، كام ليفل هنستخدمه في التوزيع المنتجات بتاعتنا. في حاجة اسمها هنا بقى في ثلاث استراتيجيات متاحة، يا إما نعمل intensive distribution توزيع مكثف، يا إما exclusive distribution توزيع حصري، يا إما selective distribution أو توزيع انتقائي. وعلى كل شركة اختيار ما يناسبها من هذه الاستراتيجيات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. أول استراتيجية الانتنسيف ديستريبيوشن، إن أنت بتوزع أو بتوفر برودكتس بتاعتك في كل الأماكن المتاحة و as much as possible، في قدر الإمكان في كل مكان. دي بتبقى البرودكتس دي available في أي مكان الكاستمر هيحتاجها، سواء كان سوبر ماركت كبير أو كشك صغير تحت البيت أو محل بقالة في أي قرية، تلاقي الحاجات دي كلها موجودة. هنا اتبعوا سياسة الانتنسيف ديستريبيوشن، توزيع مكثف، يعني مركز بشكل كبير جدا ومكثف. بيبيعوا آلاف ملايين الاوتلتس لازم يبقى موجود فيها المنتجات دي، لأنها منتجات يومية بيحتاجها الكونسيومر بشكل يومي، لازم تكون موجودة تحت بيته. لو نزل السبت كده من تحت من البلكونة للبقال اللي تحت بيته هيطلع بالمنتجات دي، زي نسلة، منتجات نسلة كلها، منتجات بيبسي، منتجات شيبسي، معجين الأسنان كولجيت، منتجات كوكاكولا، كل الحاجات دي كلها بتستعمل الانتنسيف ديستريبيوشن أو التوزيع المكثف. في شركات بقى ما تنفعش تتبع طريقة الانتنسيف ديستريبيوشن دي خالص، لأنها براندز إليت قوي ولاكجريوس قوي ومش أي حد يشتريها، وموجودة في أماكن محددة، ولو أنت عايز السلعة أو البراند ده، لا ده أنت تروح له مش هو اللي هيجيلك. دي بتتبع سياسة الاكسكلوسيف ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الحصري، هتلاقيها في اوتلتس محددة جدا وموجودة في أماكن معينة ومش أي حد بيبيعها، ولو عايزها تروح لها. دي طبعا بتبقى يعني لدى موزعين حصريين تلاقي 1 or 2 outlets في كل مدينة هم اللي بيبيعوا الحاجات دي. زي فيراري كبراند سيارات مش هتلاقيه في اي اجانس عربيات، يعني نفس الفكره تنطبق على بنتلي مثلا. لويس فيتون مثلا في الشنط والحاجات دي مش هتلاقيها موجوده في اي محل، هتلاقي اوتلتس معينه. ساعات رولكس، هل اي محل ساعاتي عنده رولكس؟ لا طبعا، هتلاقيها موجوده في اوتلتس معينه. فهي هنا البراندز دي بتتبع الاكسكلوسيف ديستريبيوشن او ما يسمى التوزيع الحصري. نيجي بقى للاستراتيجية الثالثة اللي على بعض الشركات اختيارها وهي بتشوف النمبر اوف انترميدياريز اللي هيستخدمهم، هي السيلكتيف ديستريبيوشن. ودي حالة وسط ما بين الانتنسيف ديستريبيوشن والاكسكلوسيف ديستريبيوشن. السيلكتيف ديستريبيوشن هنا مور ذان وان، يعني بيبيعوا في اكتر من اوتلت لكن مش كتير قوي، ممكن تلاقيها موجودة الحاجات دي فيها، يعني مش هتلاقيها في الكشك اللي تحت بيتك وفي نفس الوقت مش هتسافر لها بالمشوار علشان تروح للاوتلت الوحيد اللي بيبيعها في المدينة. لا، هي وسط ما بين الاثنين، هي بتبقى بتقع ما بين الانتنسيف والاكسكلوسيف. هتلاقيها موجود فيها منتجات الشركة المختلفة، البراندز المختلفة. الشركات اللي بتستخدم السيلكتيف ديستريبيوشن دي بتعمل علاقات قوية جدا وتوزيع كويس قوي، لكنه مش متاح كده في اي حتة، مش في المحل البقالة اللي تحتكم ولا البوتيك اللي جنبكم، وفي نفس الوقت مش اكسكلوسيف. تمام. فهنا بتبقى الكفرج بتاعها كويس جدا، بيبقى في جود ماركت كفرج، مغطيين السوق بشكل كبير، بيبقى في كنترول اكتر. مفيش طبعا كنترول زي الاكسكلوسيف، وفي نفس الوقت الدنيا مش متاحه كده زي الانتنسيف. والتكلفه طبعا، تكلفه التوزيع بتبقى اقل من الانتنسيف، لانها مش المنتجات دي مش متاحه كده في اي حته، لا في اماكن معينه مش قليله ومش كتيره.
وسط ما بين الاكسكلوسيف والانتنسيف، ولذلك بيسموها ايه؟ سيلكتيف، انتقائيه، هتلاقيها موجوده في كذا اوتلتس، فتكلفه التوزيع ما بتبقاش كبيره، بتبقى موجوده متاحه وكل حاجه وتقدر تحصل عليها. وما بين طبعا الاستراتيجيتين اللي هم عكس بعض اللي اتكلمنا عنه. زي ايه؟ زي اغلب الاجهزه الكهربائيه، زي الاثاث والفرنتشرز المختلف، زي اغلب براندات التلفزيونات والشاشات والحاجات دي كلها، كل البراندز دي بتستعمل السلكتيف ديستريبيوشن. يبقى احنا اتكلمنا على الاكسكلوسيف ديستريبيوشن اللي هي البراندات الحصريه اللكجرياس قوي اللي مش موجوده غير في اوتلت واحد او اتنين بالكتير، وقبلها الانتنسيف اللي موجوده في كل حته، اللي هي هتلاقيها في الكشك اللي تحت بيتكو زي ما هتلاقيها في اكبر سوبر ماركت. وبينهم بيحصل السلكتيف ديستريبيوشن ان انت هتلاقيهم في اكتر من اوتلت واكتر من ريتيلر، لا هم منتشرين قوي زي الانتنسيف ديستريبيوشن ولا هم نادرين زي الاكسكلوسيف ديستريبيوشن. فيديوهات افهم ماركتنج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتنج. افهم ماركتنج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.